بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين؟ تعالوا كده اما نقول لكم على فكرة بسيطة نعملها هتتقل معاكي الصلصة وانتي بتستخدميها في المحاشي او صلصة المكرونة او الكشري. لو اتبقى معاكي طماطم من الاسبوع، بدل ما هتصلصيها وتخزنيها عندك، لا استخدميها بالطريقة دي، هتتقل معاكي الصلصة وهتخليها جميلة جدا، وهتجربيها وان شاء الله الطريقة تعجبك بإذن الله. بحلة وبتغلي فيها كمية مية على قد كمية الطماطم اللي انت هتستخدميها. وممكن برضو تخزني الطماطم بالشكل ده لو انت عايزة تخزنيها للسنة. بتخلي الطماطم تستوى معاكي، وبعد كده بتخرجيها من المية وتسيبيها ان هي تبرد. بنسلقها كده زي ما كانوا مثلا امهاتنا زمان بيسلقوها، علشان اللي ما عندوش خلاط كان بيعصر الطماطم دي على ايده، فكان بيغلي لها ميه ويسلقها. كمان ميه السليق ديت انت ممكن وانت بتخزني الطماطم تزوديها شويه من الميه بتاعه السليق. بعد ما الطماطم اتسلقت بتخرجيها تبرديها، وبعد ما بتبرديها ممكن تحطيها في اكياس وتعينيها في الفريزر، او تستخدميها على طول مباشر زي ما انت عاوزة. وبرضو بتزوديها شوية مية من بتاعة السليق لان فيها كل المعادن اللي في الطماطم. وجربيها وان شاء الله الطريقة تعجبك بإذن الله.